هنا بما أنه هو سمع كلام ما عجبه، فنشوف بدأ بالنظر للأسفل. فهنا النظر للأسفل هو حوار الآن أصبح مع الذات، يكلم نفسه أو يسأل نفسه أو راح يتخذ فد قرار معين للرد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات. نلاحظ هنا بعد ما كان يوصل رسالة التهديد وأكو قوة بالتواصل النظر، هو هنا أصبح في مرحلة الدفاع، بدأ يقطع التواصل، لكن نظره وين متجه؟ متجه للأسفل اليمين. فهو الآن بدأ يفكر أو يتكلم ويا نفسه، أو أيضا راح يتخذ رد معين. سيصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، صحيح. ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق. هاي الحركة البسيطة جدا اللي سواها، اللي هي بل الشفتين، وينطق هاي لاحظتوا أكثر من مرة، اللي هي بل الشفتين وينطق في جزء من الثانية. هنا تدل على التوتر أو الارتباك الداخلي عند الشخص، فهذه الشفاه وكأنما تتيبس فيبللها لا شعوريا. ينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه في أمر العامة. فنلاحظ أن الرسالة قوية جدا، سواء كانت شفوية وأيضا من ناحية التواصل بالنظر. وأيضا هنا أكو نوع من الإشمئزاز، هذه أيضا العلامة واضحة. هنا رفع الحاجب، فهنا رفع الحاجب راح يحاول أن يسخر من المقابل أو الموضوع اللي أصلا هو ما عاجبه من سماعه، فراح نشوف الرد. طب ما دمت انت عارف كده، تعب قلبك معاهم ليه؟ سيبهم في حالهم وخليك انت في حالك. وانت يوم ما تقع في حد هيشيل عيالك. خلاص استسلم. عارف، طول عمري وأنا بسمع عن الشيطان الإنس، لكن أول مرة أشوف. هاي الرسالة كانت جدا قوية. نلاحظ أيضا هنا النظر هو بعيد عن هذا الشخص، فدا يتكلم مع الذات، راح نشوف الرد. انت مين قال لك ان انا انت؟ فنلاحظ هنا كيف وصلت الرسالة بقوة ونظرة بها نوع من التحدي.